يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفي الفيديو دلوقتي. جايه لكم النهارده بفيديو جديد، فيديو تحفيزي. هنعمل مع بعض روتين قوي جدا في المطبخ. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتشتركي في القناه، وكمان فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. وما تنسيش اللايك الحلو منك، وكمان كومنت حلو. زي ما انتم شايفين كده انا كنت غاسله المواعين امبارح بالليل، وكنت سايباها تتصفى، واول ما صحيت الصبح رحت ابتديت احط كل حاجه مكانها. هنا كنت بحط المعالق بس كان الدرج معاكسني شويه. لميت كل المواعين اهي صفت خلاص طبعا طول الليل. ابتديت بقى ان انا الم كده الدنيا، بس كنت بعمل بقى بصراحة بسرعة فعلا، مش مجرد ان انا مجرية الفيديو بس. لاني كانت مسك صحيت النهاردة الصبح لقيتها سخنة، ودرجة حرارتها كانت عالية، وكمان عندها اسهال، فادعوا لها ربنا يشفيها. يا رب. هي تقريبا تسنين. هو شاكة يعني ان هو ممكن يكون فعلا تسنين. فانا اديتها خفض حرارة والحمد لله ان هي نامت شوية، فقلت لازم بقى استغل الوقت اللي هي نايمة فيه ده، واقوم كده ابص على المطبخ بسرعة والحق اعمل اكل قبل ما هي تقوم، لان هي عيني لما بتيجي تقوم بتبقى ماسكة فيا جامد وما بترضاش تسيبني، فبفضل قاعدة جنبها. هنا كنت بقول لكم ان انا هعمل غدا بانيه ومكرونه طبعا. ان شاء الله تتابعوا الفيديو كده وتشوفوني هعمله معاكم. ابتديت بقى بعد ما لميت المواعين كلها من المطبخ، غسلتها اهو زي ما انتوا شايفين. هما كانوا شوية مواعين صغيرين لان انا مكانش عندي مواعين، كنت غسلاها من امبارح. قولوا دول بس كده كانوا بتوع الصبح يعني. بس وان شاء الله لو لقيتها ما اتحسنتش لحد اخر النهار هنزل طبعا اكشف عليها، وربنا يسهل كده ما يكونش حاجة جامدة يعني. اهم حاجة بس انتوا تدعوا لها كده بالشفاء، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. وقلت بقى ان انا بعد ما اخلص كده المواعين، انا بصراحة النهاردة كنت ورايا مشوار مهم جدا، ان انا كنت نازلة علشان اروح اقدم لسجدة في المدرسة الاعدادي. طبعا ده قرارات جديدة ونازلة جديد السنة دي، ما كانش اخوها لما جه دخل اعدادي ما كانش فيه الكلام ده، كان المدرسة الابتدائي هي اللي بتحول الورق. ودوبك احنا رحنا دفعنا المصاريف وعملنا اوراق بسيطة جدا، لكن السنة دي لا، طالبين مننا حاجات كتيرة وكده. فالحظ ان انا طبعا ما قدرتش انزل بسبب زي ما بقولكوا كده ان لقيت مسك سخنة. فاجلت بقى طبعا المشوار ان شاء الله لحد بكرة. قلت بقى اظبط النهاردة كده الدنيا والشقة كده روقها عشان بكرة ان شاء الله لما انزل ما يبقاش ورايا اي حاجة. هنا خلاص كنت بقى بشطب المواعين كده. ما خدتش معايا وقت خالص لان طبعا كانوا شوية صغيرين. غسلت بقى كله كده وشطفت مرة واحدة. تبقى لحظة حلوة جدا لما تلاقي كده الحوض فاضي، بس هو ما بيكملش بصراحة 5 دقايق. يعني مجرد ال5 دقايق بس تلاقي مواعين وراكي على طول. طبعا انا كنت ناوية ان انا اروق الشقة طبعا قبل ما انزل اروح مشوار التقديم ده. بس سمعت كده ان المفروض انزل من الساعة 6 الصبح. طبعا هتقولولي ليه يعني بدري قوي كده. لاني انا جارتي راحت قدمت لابنها وكده، فبتقولي تروحي الساعة 6 عشان بس تحجزي مكان في الطابور للبوسطة، عشان تدفعي مصاريف المدرسة وكده، فلازم تاخدي مكان في الاول عشان تقدري ان انت تخلصي بدري وتلحقي تروحي تعملي اوراق تانية في منطقة تانية يعني. فانا قلت لا خلاص هخلص بقى اللي ورايا كله كده زي ما انتوا شايفين. وكمان هنا خلصت المواعين ومليت الازايز بملاها كده من الفلتر. الفلتر ده ضروري جدا في اي بيت، لازم المية بتاعته تشربي من مية فلتر، ما تشربيش خالص من مية حنفية. يعني لما جم ركبوه لنا وعملوا لنا اختبار المية، احنا كنا شايفين مية قلنا مش ممكن نكون احنا بنشرب المية دي، كانت مية عبارة عن مية سودا. فالحمد لله يعني احنا ركبناه، زي ما انتوا شايفين هنا بقى كده كنت خلصت الدنيا وعملت البوتاجاز كمان. هنا عملت البانيه، حطيت بيضتين وحطيت فلفل وملح وبصل، وكمان هعصر ليمون وبهارات الفراخ،
دي طريقتي يعني. في طرق كتيرة قوي للبانيه، بس دي اسهل طريقة. طبعا هو البانيه كده كده سهل، بس انا كنت بنقي اسهل حاجة، عشان انتوا زي ما انتوا عارفين كانت هي كل شوية عيني تعيط، فكنت بسيب اللي في ايديا واجري اقعد جنبها شوية لحد ما تنام تاني وارجع اكمل. بس فربنا يشفيها يا رب. هنا بقى ابتديت ان انا كده احط مية عشان اغلي المية واحط المكرونة اسلقها. وكمان وانا واقفة رحت معلقة كده على الصلصة، حطيت شوية زيت وحطيت البصلة كده متوسطة وحطيت عليها فصين توم، بس لما سبتها تدبل شوية كده خدت بس لون اصفر خفيف، ورحت نازلة عليها بالثوم، وبعد كده رحت نازلة عليها بعصير الطماطم، حوالي طماطميتين او 3 كده متوسطين. واهم حاجة بقى في صلصة المكرونة، انا بحب ان انا اصفيها جدا يعني. مش زي المحشي، ممكن المحشي عادي ما صفيهاش، لكن بتاعه المكرونه لا، لازم اصفيها جدا. وبتاعه الطبخ كمان برضو بصفيها. حطيت هنا معلقه سكر ومعلقه ملح ونص معلقه فلفل وكيس مرقه فوريه. حلوه قوي مرقه ويلز دي، حلوه جدا. وكمان هنا حطيت معلقه كده صغيره من الخل، بيديها طعم حلو برضو. كنت بوريكم ان انا سلقت خلاص المكرونه وقفلت عليها. عملت هنا طبق سلطة صغير، قلت برضو جنب الاكل كده. مش بحب ان انا اكتر في السلطة، لاني اصلا يعني احنا مش من هواة الاكل بتاع السلطة، لاني مش عارفة محدش بقى يعلق على الموضوع ده، هيقولوا لي طبعا دي مفيدة وكده، بس مش عارفة احنا مش بنحبها قوي يعني. بعمل مثلا من كل نوع خضار حاجة واحدة، ما بكترش. هنا عشان كانت الطماطم صغيرة شوية فحطيت حبيتين بس، وعملتها بقى وحيقتها اهو جنب الاكل، يعني حاجة كده تفتح النفس شوية. كنت بصراحة هبعت اجيب مخلل، بس قلت لا، السلطة احسن. خلاص اهو انا قربت اخلص، هقطع كمان البصلة وخلاص على كده. طبعا انا مش مركزة في الكلام شوية، عشان برضو مسكي كانت قاعدة جنبي تعبانة، فكنت بحب ان انا يعني اطمن عليها وارجع تاني اكمل لكم. خلاص بقى كده هعصر الليمون عليها، واحط بقى كده ملح وكمون، وبحط شوية فلفل اسود صغيرين، وبس كده. ده الحياء بتاعها. هركنها على جنب كده، وهعمل بقى معاكم سلطة الطحينة. بحط لها كده معلقة صغيرة من الخل، وبحط معلقة سكر صغيرة، ومعلقة نص معلقة ملح، يعني على حسب الرغبة بتاعتك، وكمان حبة كمون صغيرين. بقلبها كده وازودها بقى المية تدريجي لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. بصي خليكي كده متابعيني، هتلاقي بصي القوام عامل ازاي. هنا بقى جبت البانيه بعد ما اتبل، سبته كام ساعة كده في التلاجة. بحط هنا دقيق على فيجيتار حار او فيجيتار عادي، انا بجيبه سايب يعني من عند العطار. ابتديت بقى ان انا كده اغلف بيه البانيه بتاعي. طريقة سهلة جدا. في طريقة تانية اللي هي بتحطي بيض وبقسماط ودقيق، كل حاجة لوحدها في طبق، وابتدي بقى تمشي البانيه على كل حاجة شوية. بس دي انا استسهلتها، قلت يعني ايه عشان ما تاخدش وقت معايا. حطيت بقى هنا الطاسة على النار، وحطيت الزيت سخن، وابتديت ان انا اقلي البانيه بتاعي. وده كان الغدا بتاعنا النهاردة. إيه، يا رب اللي وصل معايا كده لحد دلوقتي في الفيديو ما ينساش الاشتراك، اديني بفكركم اهو، واللايك، وكمان اكتبوا لي كومنت حلو كده يحفزني، وادعوا للمسك بالشفا. وهوريكم بقى كده بعد ما اخلص تحمير الغدا بتاعنا كان شكله عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين ده الغدا بتاعنا. ده كان كمان الفيديو بتاعي بتاع النهاردة. يا رب النهاردة كده اكون كنت خفيفة عليكم وما صدعتكوش قوي وكمان تكونوا استفدتوا باي حاجة لو بسيطة. ولا ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.